أزول الخوت، كي راكم صافا بخير؟ هاد القصة اللي غنعاودو اليوم واقعية بزاف، فيها معاناة، أسرار، مصر زوين في الآخر. هي قصة واحد الشاب سميتو مراد، واللي حياتو تبدلات غير بسبب جملة وحدة سمعها ما عمرها كانت على بالو. كان مراد شاب من عائلة بسيطة، عايش مع الأم ديالو في واحد الدار صغيرة في حي شعبي. الأب ديالو مات ملي كان صغير، وبقات الأم كتخدم في بيوت الناس باش تربيه وتقريه. مراد كان ولد زوين، كالم مربي ودرويش، ولكن الظروف لعبات بيه بزاف. منين وصل مراد 18 عام خرج من القراية وبدا كيخدم أي خدمة لقاها، نهار في كروسة في السوق، نهار في الموقف، ونهار كيعاون في الخضار اللي حداهم. الأم ديالو كانت ديما كتقولو غير صبر وليدي، نهار الخير غادي يجي. ولكن الأيام بزاف كانت قاسية على مراد. واحد نهار الخميس مراد كان راجع للدار بالليل عيان وعرقو ناشف، داز حدا القهوة اللي في الشارع الكبير وسمع واحد الصوت كي عيط ليه: مراد انت هذا؟ دار موراه لقاها سامية. هاد البنت كانت كتقرا معاه في الكوليج، ولكن دابا ولات واحدة اخرى، مراه تبارك الله وقرطاسة، ياش منك يا لابس، طريقة الهضرة مختلفة. جلسوا شوية كيهضروا، قالت لي: علاش ما كملتيش قرايتك؟ انت كنتي قراي ومعقول. مراد: الدنيا ما عطاتنيش فرصة سامية، خاصني نخدم. سامية شاف في واحد الشوفة مخلطة بالشفقة والإعجاب. مراد: واش بغيتي نخدمك معانا؟ مراد تصدم: فين؟ في شركة كبيرة للخدمات، ماشي حاجة صعيبة، غير خاصك الانضباط. مراد فرح وقبل العرض بلا ما يفكر. في النهار الاول الخدمة حس براسو دخل العالم ماشي ديالو، مكاتب، بيزنس كبار، مديرين، بنات لابسات شي حاجة ما عمرو شافها. مشكل ماشي هنا، مشكل كان في المكتب الخامس. في هذا المكتب خدمو مراد، وكان فيه 3 الاشخاص. الاول عادل، واحد الراجل نقول لكم في الربعينيات، ساكت ولكن عينو زايغة. كاين ياسين، هاد ياسين كيعرف يهضر ويدور الهضرة. وكاينه واحد الدرية منى، بنت كانت باينة عليها كتخاف، كدير غير اللي قالوا ليها. ايام داز ومراد بدا كيتعلم، كيتأقلم، كيحاول يكون خدام مزيان. ولكن كان كيشوف حاجة غريبة: عادل ديما كيصور الوراق في غفلة وكيخبي شي دوسيات في الشنطة ديالو. مراد عارف بلي ماشي شغلو، ولكن الفضول بدا كيكبر. واحد نهار الجمعة المدير العام جا للشركة ودار واحد الاجتماع مفاجئ. قال لهم: كاين تسريب في المعلومات ديال الزبناء، واللي حصلناه غادي تحاسب ويودي. مراد تخلع، سامية تخلعات، الناس كاملين بداو كيشوفوا في بعضياتهم. وفي هاد اللحظة عادل شد مراد من يدو وقال لي في ودنو: شوف، دير عقلك، راه اللي ساكت كيعيش. مراد فهم الميساج، عادل هو اللي كيسرب المعلومات، ولكن علاش اختار يقولها لي هو بالضبط؟ ديك الليلة مراد ما نعسش، حيت لقى راسو وسط واحد القضية كبيرة. يا إما يسكت باش يبقى خدام، يا إما يقول الحقيقة وينقذ الشركة ولكن يخسر الخدمة، ممكن يتعرض للخطر. الأم دخلت لعندو البيت وشافتو مرفوع،
سولاتو ولدي مالك. هو تردد شوية ومن بعد قال ليها كل شي. الأم سكتات شوية ومن بعد قالت لي مراد، الراجل بلا كلمة ماشي راجل، والرزق بيد الله ماشي بيد عبدو. هاد الجملة دخلت لقلبو بحال السام. كان القرار في الغد لي مشى مراد المدير العام وطلب يهضر معاه على انفراد. قال لي كل شي وبالديطاي، ولكن بدون ما يتهم عادل مباشرة. عطا غير الأدلة اللي شاف. المدير بدا كيسمع لي ولكن ما تكلمش بزاف حيت كان باغي يتحقق. داز 3 ايام ديال ستريس حتى نهار الاثنين. نهار الاثنين الشرطة دخلت للشركة ومشاو ديريكت العادل اومينطو. الناس كاملين تصدموا. مراد كان واقف غير كيشوف. مراد خرج مرفوع الراس ولكن ما خلاوش يرجع يخدم. المدير قال لي شكرا لك بزاف مراد، ولكن الشركة باغا دير إعادة الهيكلة. بمعنى آخر مشكور ولكن برا. مراد حس براسو تبهدل، دار عمل الصواب ولكن خسر خدمته. رجع للدار ملامح لازمة باينة عليه. ولكن الأم قالت ليه تربح شي حاجة ما كيعرفها حتى حد، ربحتي راسك. دازت شهور ومراد باقي كيقلب على خدمة حتى نهار وصلته مكالمة. سيدي مراد، معك المدير ديال شركة نور المستقبل، بغينا نهضروا معك في فرصة مهمة. مراد مشى للموعد ولقى المدير اللي كان في شركته القديمة. قال لي انا تبعت الملف ديالك سي عادل، والناس اللي عندهم ضمير بحالك عملة نادرة، بغيناك تخدم معنا وبصالح احسن اللي كان عندك. مراد ما متيقش. الحق اللي دار رجع ليه وبطريقة ما كانش كيتسناها. رجع عند الأم وقال لها ماما كلامك كان صحيح، وهي ضحكات. الحقيقة كتخلص غير الصبر. هاد القصة الخوت كتبين لنا ان الحق كيتأخر ولكن كيجي، والإنسان الأصيل ما عمرو يضيع، والضمير أسهل وأقوى سلاح. تحياتي الخوت.